كنزة جدة الأدارسة. هي بنت زعيم أمازيغي لأقوى قبائل المغرب في ذاك الوقت، من سكان مدينة وليلي على بعد 3 كيلومترات غرب زرهون. عاشت في القرنين الثاني والثالث للهجرة، أي الثامن والتاسع للميلاد. تزوجت إدريس الأول وهو أول من دخل المغرب من الطالبيين. ولدت إدريس الثاني، ومن هناك أصبحت جدة سلالة الأدارسة اللي دعمت أركان دولتها في مرحلتين هامة من مراحل وجودها وجسدت استمراريتها، هي كنزة الأوربية. كتشير نسبتها للقبيلة اللي كتسمى بالأمازيغية أوريبن، وبالصيغة المعربة أوربا، وبالدارجة وربا. حسب الأسطورة تسمت القبيلة بأوربا نسبة لأحد أجدادها وهو أورب ابن برنس. كتضيف المصادر بأن فروع مهمة من قبيلة أوربا هاجرت نحو الشمال ونحو الغرب في عام 69 من الهجرة 686 ميلادية بعد هزيمة زعيمها كسيلة ضد الجيش الأموي بقيادة الوالي العربي الجديد زهير بن قيس البلاوي. كيظن مؤلفون آخرون بأن استقرار أوربا في المغرب الأقصى أقدم بذلك التاريخ بكثير، فبالنسبة لهم أوربا هي نفس القبيلة اللي ذكرها الجغرافي كلوديوس باتلوميوس في القرن الثاني الميلادي في موريتانيا الطنجية. وبالتالي فاسم أوربا مبرر بإقامتهم في الطرف الغربي من القارة الإفريقية، نظرا لأن بعض اللغويين قربوا اسمها من إرب المقابل للغرب اللي كتعني باللغة السامية القديمة مكان غروب الشمس. على أي حال كانت أوربا من بين أهم القبائل الأمازيغية خلال الفتح الإسلامي. كيقول عليها ابن أبي زرع بأنها أعظم قبائل المغرب وأكثرها عددا وأشدها قوة وبأسا وأحدها شوكة. تم تحديد أراضيها حسب الأستاذ محمد مزين بين ممر تازة في الشرق إلى جبل زرهون في الغرب وبلاد ورغة في الشمال. من بين بطونها الكثيرة المفصلة من قبل ابن خلدون في كتاب العبار يمكننا نذكروا على ضفاف نهر ورغة ستة ومزياتة، وفي واد اللبن رجاية ورغيوة، وبالقرب من واد لوكوس حدا القصر الكبير جهجوكة. وكيبقى اسمها بارز بشكل خاص قرب جبل زرهون بالضبط في وليلي فولوبيليس عاصمة الملك الأمازيغي يوبا الثاني، وفي عهد الاحتلال الروماني من أهم مدن موريتانيا الطنجية نسبة إلى طنجة، مع أن طنجة ما كانتش هي العاصمة بالوليلي اللي احتفظت بقوس النصر المعروف بقوس كركلا وبيوت ومعاصر إلى غير ذلك من الآثار. هنا إذن فين كان كتقطن قبائل أوربا اللي كانت متزعمة المنطقة. كان أميرها هو إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي اللي سبق خصصنا له حلقة من سلسلة مغاربة في التاريخ. كيف ما كيوحي اسمه فهو كان مسلم من الأب إلى الجد، وكان من المعتزلة، وهو حسب بعض المصادر والد كنزة. في مدينة وليلي الأزلية قاعدة جبل زرهون استقبل منزل إسحاق عام 788 رجل من أهل البيت النبوي، أحد القلائل اللي نجاو من القتل في معركة فخ، وهو واد قريب من مكة. هو إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن الصبت بن علي ولالا فاطمة الزهراء. كان مرافقه هو راشد اللي كتقدم الروايات المشرقية المعتمدة عندنا بأنه مولى إدريس، مع أن الدور اللي لعبوا عظيم الأثر في تكوين وفي بقاء دولة الأدارسة. قيل كذلك أنه كينتمي إلى قبيلة أوربا، بل إنه ابن إسحاق وبالتالي شقيق كنزة. على أي حال رافق إدريس على طول رحلته من الحجاز خارجا مع حجاج مصر وإفريقيا لإحضاره إلى بر الأمان في أقصى الغرب بعد أن نجا من مذبحة فخ وقتل إخوانه على يد العباسيين وتعرضهم للاضطهاد والتشريد. رحب شيخ قبيلة أوربا بمولاي إدريس وتولى خدماته والقيام بشؤونه وقام بدعواته. في اليوم الرابع من شهر رمضان من عام 172 هجرية الموافق ل6 فبراير 789 أعلن مولاي إدريس إمام من قبل الأوربا وثلاثة وفود القبائل اللي جات للولاء له، فبايعوه على الإمارة والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وسائر أحكامهم، مما أدى إلى إنشاء دولة سميت باسمه مستقلة عن الخلافة في الشرق. ولختم هذا الاقتران تزوج إدريس من بنت إسحاق كنزة الأوربية.
بعض المؤلفين كينسبوا الكنزة أصل نفزاوي أمازيغي، آخرين مثل حسن الوزان قالوا بأنها قوطية، جعلوها كذلك مجرد جارية وليست زوجة وامرأة حرة، وهو ما لا يتوافق مع مكانة مولاي إدريس ومع أبعاد هذا التحالف العائلي بين الوافد الجديد المنتمي إلى أهل البيت والقبيلة المضيفة اللي عطاته الزعامة الروحية والزمنية. كيف ما العادة كتبقى المعلومات بخيلة عندما كيتعلق الأمر بشخصيات نسائية، على الرغم من الدور الحاسم اللي لعبته سواء داخل مراكز القرار أو خلف الكواليس. اللي كنعرفوه بشيء من التفصيل هو أن إدريس الأول بدأ في تأسيس وتوسع دولته ووضع أسس الهيكلة والتنظيم وواصل نشر الإسلام، بلغت أخبار بغداد. فخاف هارون الرشيد عاقبة الأمور وبعث له براجل يدعى سليمان بن جرير يعرف بالشماخ، كان من متكلمي الزيدية، استعمل المكر والخداع وتمكن من إدريس ومجالسه حتى سنحت له الفرصة فدس له السم في عطر. مات مولاي إدريس مسموم من طرف مبعوث هارون الرشيد. هنا ظهرت مرة أخرى كنزة على مسرح الأحداث واتجهت إليها الأنظار، فهي كانت حامل في الشهر السابع، وكان الرأي أن ينتظر الناس حتى تولد، فإن كان ذكر بايعوه على الإمامة في سن الرشد تمسكا بدعوة آل البيت. وهكذا كان. ولدت كنزة في وليلي ولد سمي إدريس على اسم باه تيمنا به، وتم تأكيد الوصاية من قبل راشد اللي ظل ولي أمره حتى لسن 11 عام عندما بويع المولاي إدريس من طرف المغاربة سنة 188 هجرية. أدت كنزة دور حاسم في استمرارية النسل، فإذا كان أمل خليفة بغداد القضاء على هذا النسب في المغرب فقد كان مشروعه فاشل، على الرغم من أن دور كنزة لم يتم تسليط الضوء عليه في الأعمال التاريخية. فمن السهل تخيل مكان الأم في تربية ولدها الوحيد والعناية به، وفي هذه الحالة بالذات الحماية من جميع الأخطار والصمود ضد المكايد والإعداد للمسؤوليات. فأعقب ذلك تبعت كنزة تحويل مركز السلطة من وليلي إلى فاس اللي جعلها ولدها عاصمته ومقر حكومته. فمع عظم ملكه بغى يبني مدينة أكبر من وليلي باش يستقر فيها هو وجنده وحشيته، واستقبل الأعداد الكبيرة من الداخلين في طاعته والمتلقين لدعوته من سكان إفريقيا والأندلس. اختفت آثار كنزة لتظهر مرة أخرى بقوة عند وفاة ولدها إدريس في 213 هجرية 828 ميلادية، وكان سبب وفاته أنه كلا عنب فأشرق بحبة. كانت أيام ملكه بالمغرب 26 سنة وخلف 12 ولد، وقيل أكثر بذلك بكثير. على أي الحاكم الثالث من الدولة الإدريسية هو ولده الأكبر حفيد كنزة محمد بن دريس اللي كان مستقر في العاصمة فاس. اتفق الروايات بأن جده كنزة اقترحت عليه إقرار نظام لا مركزي وتقسيم البلاد إلى ولايات، وجعل 8 من خوته البالغين ولاة على أقطارها، أما الأبناء الصغار فبقاو في كفالة جداهم. هذا يعني أولا وقبل كل شيء دور كنزة كمستشارة لعبته بالتأكيد من قبل مع ولدها إدريس الثاني، وربما كذلك مع زوجها مولاي إدريس الأول. هذه التجزئة الإدارية بين أبناء إدريس الثاني تفسرت بالحرص على تسهيل إدارة دولة ذات إدارة مركزية موحدة وضمان قوة سياسية في مواجهة التهديدات الخارجية، وحقنا للدماء من خلال تهدئة المنافسات والغيرة المحتملة بين الإخوة. يقول الأستاذ عبد الحميد حسين حمودة في كتابه تاريخ المغرب في العصر الإسلامي بأن هذا التقسيم عظيم الأهمية، فهو يعطينا فكرة عن امتداد الدولة الإدريسية في أقصى اتساعها عند وفاة إدريس الثاني. أما الأستاذ محمود إسماعيل فكيكتب: أخطأ الدارسون الذين رأوا في هذه السياسة تقسيما للدولة الإدريسية، لأن ما جرى لا يتعدى محاولة إقرار نظام لا مركزي بعد أن أثبتت المركزية في عهدي إدريس الأول والثاني استحالة السيطرة على أقاليم تسودها البنى القبلية. مع ذلك كان لهذه السياسة آثار سلبية على وحدة الأدارسة ودولتهم، فمن بعد قيامها ب40 عام تقريبا كثرت طموحات كل أخ في شق عصا الطاعة على السلطة والاستقلال بإقليمه، وواجهوا الأدارسة الأطماع الخارجية بين الفاطميون في إفريقيا من جانب وأموي الأندلس من جانب آخر.
أما كنزة فغفلات المصادر الكثير عن حياتها وتاريخ مماتها. مع ذلك كتظل الحقيقة الثابتة هي دورها في استمرار نسل الأدارسة في المغرب بعد اضطهاد الطالبيين في المشرق ونفوذها السياسي في تسيير ضفة الحكم. كتجسد في نفس الوقت التعايش التاريخي اللي كان قائم بين السكان الأمازيغ والعرب، وعمق هذا التداخل والتفاعل الثقافي والإثني والانصهار والذوبان معا في الجسم الوطني وفي الذات المغربية.